مساء الخير. وحشوني كتير جدا. انا بقالي فتره كبيره ما بسجلش فيديوهات بسبب ان انا بمتحن الفاينل بتاعي وكده، فما تنسوش تدعوا لي ان انا انجح وعند المواد اللي انا ما اعرفش هعدي فيها دي ازاي، بس انا واثقه ان انا هعدي بجد. بصوا يا شباب، هنتكلم النهارده في نقطه اللي هي حرفيا جت لي كتير جدا، يعني بجد، اللي هي ايه؟ الثقه بالنفس. بصوا يا شباب، انا اول حاجه هتكلم على نفسي. بصوا، انا في الاول خالص ما كنتش بحب نفسي، ولا بحب شخصيتي، ولا بحب طريقة كلامي، ولا بحب اسلوبي، ولا اي حاجة بجد. يعني كنت بخاف من الناس. ما كنتش بحب نفسي بصوا خالص. لما في يوم من الايام، تمام، لقيت صديقة ليا في الكلية بتقول لي انت لازم تبقى رحيمة بنفسك شوية، لازم تهدي، يعني مش كل حاجة لازم نعملها بيرفكت، مش كل حاجة لازم تيجي عادي. ايه المشكلة ان انا افشل، او المشكلة ان انا احاول تاني، او المشكلة ان انا مثلا ممكن ما نجحتش المرة دي انجح المرة الجاية وهكذا. يعني ايه المشكلة؟ يعني فين المشكلة؟ لقيت نفسي وقفت في جنب لوحدي كده وقلت ان انا جميلة، وان انا بحبني، وان انا هنجح، وان انا هحقق كل حاجة نفسي فيها. بصوا، الفكرة ان مفيش حد هيجي يقولك انت ناجح، او انت احسن حد فينا، او مثلا انت شكلك حلو النهارده، او الطقم ده كان حلو النهارده. مفيش حد بيحب حد بجد. يعني بصوا، انا مهما احب، انا احبك كتير قوي، بس مش اكتر من نفسي. يعني انا اوريدي هحبك، بس مش اكتر من نفسي. فاحنا لازم نحب نفسنا. يعني مثلا بقولك في العلم ان ان النبات، تمام، لما حد بيقول له كلمه كويسه، انا سمعت ده على الفيس النهارده معرفش، بيكبر بسرعه، يعني بينمو كده. تخيل انت بقى بنفسيتك، يعني تخيل انت النهارده حد ما قلت لنفسك ان انا شاطر، تمام، ويعني انا قاعده اقول لنفسي ان انا شاطره، وان انا هلم المنهج بتاع بكره، انا ما اعرفش همتحن فيه ازاي اصلا، وانا ما اعرفش عنه حاجه، بس ان شاء الله لسه بدري. لا، فككم من الصياح ده. المهم، اقعد قول لنفسك ان انت شاطر، تمام، وان مفيش حد يستاهل انك تحس انك فاشل، او مثلا او انك مش كفايه، او لا عادي. مش مشكله ان انا او مش مشكله ان انا استسلم. عادي، انا هستسلم، بس هاخد هنده من الحرب لنفسي كده، تمام، وابدا احاول تاني. ما تبطلوش انكم تحاولوا، وما تستنوش من حد ان هو يدعمكم. ما تستناش ان انا كايمان اخش اقول لك ايه، والله انت شطور، والله انت مش عارف ايه. ما تستناش من حد، مفيش حد هيخش يقول لك انت شاطر ومش عارف ايه. حاول تنجح، حاول يعني تموت الناس اللي هم مفكرينك فاشل اوريدي بنجاحك. يعني حاول دايما انك تنجح، حاول دايما انك ما تثبتهمش انك فاشل. لا، انا ناجح وهحقق كل حاجه انا اوريدي نفسي فيها. فاهمين الفكره؟ فالفكره، على فكره، انا كايمان كان عندي جاره ليا، الله يسامحها، يعني كانت دايما تقول لي ان انا كايمان يعني مش شاطره، ومش عارفه ايه، وكانت دايما تقل مني ومن الكليه بتاعتي. لما الحمد لله نجحت، وكل سنه كنت بنجح في الكليه بتقدير، وعملت قناه اليوتيوب، وبقالي بصوا، وحرفيا بقالي الناس طلاب في ثانويه عامه، مع ان يعني الفرق ما بيني وبينهم مش كتير، يعني ممكن 4 سنين، ممكن 3 سنين، لان انا اوريدي صغيره في السن. يعني فاهمين؟ يعني انا اصلا اقل من صحابي كلهم. يعني لو قلت لكم ان انا عندي كام سنه، انت يعني مش هتصدقوا اصلا، بس ما علينا يعني. فانا في السن ده قدرت مثلا ان انا اعمل ليا طلاب، تمام، قدرت مثلا ان يكون ليا تيم، قدرت مثلا ان يكون مثلا ايه، عندي امل ان انا مثلا احقق حاجه نفسي فيها، ان انا مثلا ايه، يكون عندي يعني لما حد من طلابي بيخش يقول لي مثلا ان انا مثلا حكيت له على حاجه او اثرت فيه، او مثلا قلت له على طريقه مذاكره، او هو بياخدني قدوه، مع ان يعني عادية والله يا جماعة، يعني مش انسان آلي، يعني عادي. بس بجد بجد انا بحس ان انا انسان، يعني انا ما استسلمتش، تمام، يعني انا كنت حرفيا انا عديت بكمية حاجات، يعني لو كان اي حد عدى بيها انا كنت احس ان هو انتحر والله. ولكن الفكرة، تمام، انك ما تستناش ان حد يقول لك كمل، او حد يقول لك انت شاطر، او عادي. درجات الدروس عادي والله يا جماعه، انا كنت بجيب يعني اي نعم، ما كنتش بجيب درجات وحشه، بس بجد بجد يعني ما كانش بيأثر معايا، يعني لدرجه اصلا ان انا كنت بمتحن الامتحان ده واصوره على التليفون واكتب اسم مش اسمي، يعني ما كنتش باخد الورقه. لو اخدت الورقه وجبت درجه وحشه هيحصل لي حاجه. يعني كان مثلا كنت بكتب دايما ايه، منى عبد الله، وانا المفروض ايمان عبد الله، انا كنت بكتب لهم على الورقه بتاعتي منى عبد الله. منى عبد الله دي لدرجه اصلا انا كان ليه كان ليا هديه من الماستر بتاعي بسبب ان انا جبت درجه فيزياء، واتحركت اقول ان انا بدل ما هو كان اصلا هيقول لي انت غيرت اسمك مش عارفه ايه. المهم يعني درجه الدروس دي
ملهاش اي، والله يا جماعه بصوا، ما يعني ملهاش اي 30 لازمه بجد يعني. هو الفكره انك تاخد الفكره من المدرس اللي هو حاطط الامتحان ده، وتاخد الفكره وتتعلم من اخطاء بس. غير كده لا، عادي يعني، عادي ممكن اغلط 50 غلطه عادي. بخصوص بقى الاهل، وان هم دايما بيحسسوك انك مش كافي. بصوا يا شباب، هم بالنسبه لنا، هم والله يا جماعه بيحبونا يعني، بجد بجد مش هتلاقي حد يحبك اكتر من مامتك واكتر من والدك بجد يعني. والدتك ووالدك دول اكتر ناس بيحبوك يعني. كان في بنت بتكلمني كانت دايما بتشتكي لي من مامتها، ان هي مامتها وحشه وان هي ما بتعاملهاش حلو ومش عارف ايه. بس البنت دي حصل لها ظروف وتعبت، بتقول لي ان مامتها ديت تمام اكتر واحده دعمتها نفسيا، واكتر واحده كانت واقفه معاها، فاهمين يعني، اكتر واحده وكانت قلقانه عليها واديتها فلوس وكل حاجه. فهي اكتشفت في النقطه دي ان مامتها كانت حنينه حنينه يعني، ما كانش وحشه ولا حاجه. فهي بتحكي بقى بتقول لي ان انا اكتشفت ان مامتي كانت جميله وحنينه وكل حاجه، بس العيب مني انا ان انا كنت مفكره دايما ان هي وحشه. بصوا يا شباب، هم لما بيجوا ينصحونا، هم المشكله في طريقه النصح بتاعتهم يعني. هم مثلا مفكرين ايه، انك مثلا تقول ده ابن خالتك ومش عارف ايه، او يقعد يقول لك كلام محبط، تمام. هما كده يعني بيشجعوك، او مثلا بيقولوا لك مثلا حاجه طريقتهم وحشه، مع ان طريقتهم يعني، هم مفكرين ان هم طريقتهم حلوه وانت مفكر ان طريقتهم وحشه. ولكن هم اكتر ناس بيحبونا، واكتر ناس بيتمنوا لنا الخير من قلبهم بجد. ما تستسلموش وما تسمعوش لحد يقولك اي حاجه ايا كان. حاول دايما ما تستسلمش. احنا لسه النهارده في يعتبر في اول شهر واحد، لسه قدامنا من واحد لما كتير. انا مش هقول لما امتى، بس احنا لسه قدامنا كتير جدا. تقدر تذاكر، تقدر تحاول تاني من اول وجديد، وتقدر انك ما تستسلمش. لو استسلمت تحاول تاني. حاول انك توفر وقتك لليوتيوب، للاونلاين عامه. و يعني احنا كان عندنا ان احنا نكتب تكست يعني عن التعليم الاونلاين والتعليم التقليدي، وقعدنا نتناقش حوارات، وطلع ان التعليم الاونلاين احسن بكتير جدا يعني. هو حتى بيقول لك ان هو كفايه حرفيا ان هو رخيص يعني، هو بمقارنة بالتعليم التقليدي ده فهو رخيص. فحاول انك تاخد دروسك اونلاين، حاول انك دايما ما تستسلمش، حاول انك دايما تذاكر، حاول دايما انك تشوف مصلحتك، حاول دايما انك ما تضيعش وقتك على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا انت بتقعد تسكرول مثلا، هبص بس 5 دقايق وبتقلب تلاقي عندك ساعات كتير جدا. ذاكر وشوف وراك ايه. حاول انك مثلا، بصي، اللي بيكون مثلا عليه جزء مثلا ايه متراكم عليه، يعمل ايه، يكتب لستة بالحاجات المتراكمة عليه، ويبدأ يكتبها في ورقة كده، وساعة ما كده يبدأ يكتب في ورقة اللي هو عليه يعني، ويعني يشتغل جديد عادي، والمتراكم عليه ورقة، تمام. وكل يوم يحاول ينجز حاجة، لو حاجة بس قديمة من الحاجات الجديدة هتلحق تنجز وهتلحق تخلص كل حاجة. كنت عاوزة اتكلم معاكم في نقطة كمان، اللي هو النوم الكتير. بصوا يا شباب، انا بحس ان يعني افضل وقت ان الواحد يذاكر فيه هو بصراحة بالليل يعني بجد يعني، افضل وقت. لكن اكتر وقت انت ممكن يعني تلم افكار فيه كتير الفجر. ممكن تنام بالليل بدري وتصحى الصبح بدري. انا دايما ما بحبش مثلا ان انا انام وقت معين، لا، انا لما بتعب بنام واقوم اكمل مذاكره او اشوف ورايا ايه. بحس وقت الفجر ان انت بتقدر تلم فيه كتير، بس ما بتكونش واخد راحتك كفايه. فانت لو هتقدر تنام كويس وهتقوم الفجر فده هيكون احسن، وهتقوم بالليل برضو فده هيكون احسن. بس اهم حاجه وانت بتذاكر تبعد عن السوشيال ميديا، وزي ما احنا متفقين وزي ما احنا واخدين من اول السنه ان احنا اول ما بنيجي نذاكر